من السيارة لا على رجليني ولا حول أحد. نعم. فما عندما انثنيت منتصف الليل اعترض لي ذيب وسبحان الله تلويت انا وياه، واول ضربه يضربها من يدي اليمين هذه وعطل يدي مره. هذه اي سبحان الله بنفس الوقت قامت ماسكه. هذه انيابه هذه بيده؟ هذه انيابه كض على يدي هذه، كسر صبعي هذا واللحم هذا الا خيطوه خط بالمستشفى. سبحان الله. اضربه مني وضربا عده مضاريب من جسمه. اي والله. من القوايم. نعم. بحشاشة عمره مثل ما يقولون توصلت الحدود، فتلقاني الاخ حميد المذخر. انت تمكنت منه عاد الذيب؟ الحمد لله انا تخلصت منه وعثرته الحمد لله. الحمد لله. هكس عيونه ومو بس تخلص منه. الحمد لله يا اخوي، هو جات له بس الله رجع بالذيب رفيعه. ما شاء الله والله. نعم على عمره. عافيه والله. نعم الفضل رب العالمين الحمد لله رب العالمين. وانا نفس الوقت ما عرفت انه ما تدارك حياتي الا انه ازبن الحدود هذولا، وهم اللي اسعفوني بنفس الليله. جزاهم الله خير. والله انه اخوها الرجال احمد المدخل الخندلي انه نوما عارجه لما طب المستشفى سنجار. الله. فتحولت للموصل والحمد لله. الحمد لله. الله يجعله سلامه. فوانا بالمستشفى تجيني اتصالات كثير مثل ما تعرفون، ومن ضمن المتصلين شخص يريد انه الرجال يوسع صدري انه لا تاثر بالقصه هذه. قال لي يا اخوي ترى الذيب والسلب ما بينهم فرق عزكم الله. هذا محسوب سلب وما ياثر عليك وانت رجل معروف ما ترهم القصه هذه عليك. فانا غضبت بنفس الوقت، قلت انا اشوف عندي مقاس مثل واحد اطيب رجل يقال ذيب ويفتخر. والله الله. وحيشه من عندي وحيشه السامع اردى رجل يسمى سلب ويزعل. ما يقبله. والله صحيح. فرديت عليه اقول له ما هو غريب الطيب يا جاء من الطيب ودرب الردى تمشيه ناس الرداية لولا الشجاعه. كان ما بين الذيب ولا كان شمر لقبه وبطنايه ولا بان بن كلثوم والزير وكليب وحاتم. تعداهم بجزل العطايا واكبر غريب ان الردى يجاب للطيب وانه يضيع الطيب بابسط دعايه. وانا نطيح الذيب يا جاهل الذيب. والذيب تشهد له جميع السمايا شبه بها الفارس عطيب المضاريب بساعة فيها تحير المنايا. جاني بدار اللام نادي ولم جيب ما غير علام الامور الخفايا، وطلبت ربي عالم السر والغيب وحسبت روحي من حساب الهدايا. وشلن بنيبانه وعكف المخاليب وكظن من اليمنى شنيع الحلايا ونوخت به بالقاع. غصب ما هي طيب بفيضة توحش ظلام الزوايا. وفهمته ان الذيب ما ياكل الذيب وان الفرجات صدوق النوايا. ثم انتخيت وقلت جدعه وذريب وفضخت عينينه وبكسرة عصايا حتى ولو كثر علي المصوي بطعونه بجسمي باجل له بقايا وسلامتك. الله والنعم. بارك الله فيك. طبت علي قصيده من الاخ